ما فيش حته حمراء كده في قلب الكابتن جمال عبد الحميد؟ حته كده بحكم صحابك الاهلاويه، بحكم حضرتك لعبت في النادي الاهلي، بحكم ان حضرتك يعني اقرب الاقربين ليك برضو لعيبه من النادي الاهلي، اكيد طبعا حضرتك زملكاوي قلبا وقالبا، لكن ما فيش حته حمراء. بص يا عمر، الموضوع ده الدنيا كلها، ما اروح الوطن العربي اي دوله خليجيه شرق يكلموني نفس السؤال ده. فعايز بس ايه، انا اوضح لك حاجه مهمه جدا. انت هنا ما شاء الله اما جيت لقيت كل الكاست بيحبك، وانت عامل لهم شغل كويس جدا جدا، والحمد لله. انا يعني متابع، جايب نجوم مصر كلها، ويمكن نجوم ايه، مش اي نجوم. وفجاه قالوا لك مع السلامه، مش عايزينك، مش عايزينك. يا طب مش عايزينك وقفلوا الباب في وشك، هتعمل ايه؟ هتحبهم؟ هيبقى ليك جزء فيهم. فانت جايب لهم 8 بطولات، وهداف الفرقه، واحسن لاعب في مصر، وعامل كل حاجه، وفي الاخر يقول لك مع السلامه مش عايزينك. تحبهم ليه؟ عشان ايه؟ عشان يقول لك مع السلامه عشان طردوك وانت مصاب؟ عشان طردوك وانت مش لاقي تاكل؟ تحبهم؟ لا، ما احبهمش، ما احبهمش. انا بعشق الزمالك، بعشق الزمالك. الزمالك خدني وانا ما عنديش اي حاجه تؤهلني ان انا لعيب كوره، وخلاني كابتن مصر. فطبعا بعشقه، لان هو من صغري زملكاوي، وكمان لعبت الاهلي، اخلصت جدا للنادي الاهلي، وللاسف رماني. ورماني، بس يا ريت رماني، يا ريت. يعني مثلا اما عبد الجليل وايمن شاوي وزكريا ناصف مشيوا ورماهم، وحسام حسن وابراهيم رماهم. انما انا طالع على اشاعات كمان، يعني رماني وطلع عليا اشاعات عشان ما العبش، عشان يقتلني. فربنا اداني 10 سنين الحمد لله، احسن 10 سنين عملتهم في حياتي في نادي الزمالك. عشان كده انا مش بحب. ما تجبرونيش ان انا احبهم. ما جالكش يا كابتن فرصه بعد ما الكابتن جمال تألق مره تانية مع نادي الزمالك ان حد حاول يفتح الباب معاك مره تانية انك ترجع الاهلي؟ فتحوه ان انا راجل سهير، وان انا راجل وحش، وانا راجل مش كويس. عشان كده انا كنت اوحش واحد في الدنيا، بس لعبت 10 سنين. انا لو هم زي ما بيقولوا كده في الاشاعات، هنتقابل في الاخر يا عمر. يعني الناس اللي طلعت الاشاعات دي هنتقابل في الاخر. الحمد لله سعيد جدا ان هاخد من هياخدوا من سيئاتي كتير قوي، فان شاء الله هنبسط في الاخر. اما جه عملوا كده، لو لي تألقت، فاما تألق وابقى جامد، يبقى ده كان وحش. اعترضناه عشان وحش، اعترضناه عشان بيسهر، طردناه عشان الستات، طردنا يعني اشاعات فوق الوصف عشان اقع. الحمد لله ربنا كان موفاني. فانا مش فارقه معايا. انا بشكر النادي الاهلي على ان هو سابني عشان اروح اتالق وابقى نجم.